السلام عليكم، ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة عمل الكنافة دي. معايا هنا كنافة بيضة وكنافة صفرة، ومعايا زبدة بلدي او سمنة بلدي مسيحينها، ومعانا المكسرات طبعا عارفينها، جوز الهند وسوداني وزبيب. معايا هنا دي الكنافة انا مقطعاها كويس، ويا سلام لو جبتيها قبلها بيوم وحطيتها في التلاجة هتبقى مفرولة كده معانا وحلو. انا هنا الصفرة دي انا كنت جايباها صبحة، والبيضة دي انا كنت جايباها قبلها بيوم. قطعتها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. فضلت اقطعها كويس، وبعدين حطيت 3 معالق من الزبدة اللي انا سيحتها، وهفركها كلها كده في بعضها، كلها كده تبقى معمولة بالسمنة. نقلبها كده كلها في بعضها بالسمنة اهو زي ما انتم شايفين اهو. هنفركها كلها كده، وبعدين هنا انا خلصتها اول واحدة معانا. هنجيب بقى الصينية اللي هنحط فيها الكنافة، وهنحط معلقتين من الزبدة كده على الصينية في الاول، وبعدين هننزل بنص الكنافة، نصها بالظبط هتفرديها في الصينية، والنص التاني هنحطه بعدين اهو. تأكدي ان الجوانب كلها مليانة علشان ما تبقاش عالية من حتة وواطية من حتة. وهنبطها كده بايدينا، هنبطها كويس جدا، يعني ايه، دوسي عليها جامد وانت بتبطيها. لازم كل الجوانب تبقى متساوية كلها زي بعضها. هنبطها كده بالشكل زي ما انتم شايفين كده كويس جدا. هنا انا عندي حتة اهي ما فيهاش حتة عالية وحتة واطية، فحطيت كمان حتة كنافة عشان اظبطها، علشان لما تيجي تقطعي الخرطة تبقى حلوة معاكي، ونفس ايه، تبقى متساوية كده. انا ظبطتها. هحط بقى المكسرات، هرش المكسرات كده في الجوانب وفي النص اهو. اهو ده شكلها. هنحط بقى النص التاني من الكنافة، الجوانب برضو يا بنات اهم حاجة، هنحط في كل مكان، وبعدين هنبطها برضو زي ما قلت لكم كده، هندوس عليها جامد اهو. تأكدي ان كل مكان يعني مساوي بعضه، مفيش حتة عالية مفيش حتة واطية. هنعملها بالشكل ده كده. طريقة سهلة وبسيطة جدا، وما هتاخدش من وقتك حاجة خالص. تعمليها على طول لو انت مستعجلة، هتعمليها على طول. كده اهو بقت جاهزة معايا. احط بقى على وشها كده شوية كده من السمنة كده. اول صينية بقت جاهزة معايا اهي. هنعمل بقى تاني صينية، صينية برضو هنحط فيها معلقة سمنة برضو كده، وبعدين هنحط الكنافة نصها بالظبط برضو. نحط الاول عليها معلقتين سمنة كده، ونقلبها برضو في بعضها كده، ونفركها كويس علشان كلها يبقى فيها سمنة.
بصوا انا بفركها ازاي كويس. لازم كلها يدخلها سمن. وحطيت هنا نصها برضو في الصينية، وهبطها كده بالطريقة دي. هنحط بقى المكسرات برضو هنرشها. دي بقية المكسرات اللي معايا رشها كلها. وبعدين هحط بقى نص الكنافة التاني زي ما عملنا في اول واحدة، وهنبطها برضو كويس، نتأكد ان الجوانب كلها مساوية بعضها. وكده انا خلصت بقى الصينيتين بقوا جاهزين معايا. سيحت هنا بقى زبدة وهحطها كده على الوش، هغرقها، هحط كتير كده عشان تبقى كلها ريحتها كلها زبدة كده وريحتها حلوة في الاكل. هنرش كده على وشها برضو. الزبدة البلدي يا بنات بتخلي طعمها روعة، جربوها بالطريقة دي وهتعجبكم. كده بقوا مجهزين معايا بالشكل ده. هدخلهم بقى الفرن على نار متوسطة، ونعمل بقى الشربات. معايا هنا 3 كوبايات من السكر، يا ريت لو سكر اللي هو السكر البني الخشن ده يبقى حلو، هيتقل معانا الشربات وهيبقى حلو. معايا هنا برضو ليمونة، هنحتاج ليمونة. هنحط بقى 3 كوبايات السكر في حلة كده. حطينا 3 كوبايات سكر، هنحط 6 كوبايات مية عليهم، كل كوباية عليها كوبايتين مية، كل كوباية سكر عليها كوبايتين مية. هنحط 6. اهو كده بقوا تمام. هنحط بقى الليمون، هنعصر الليمون. هنعصر الليمونة كده كلها. وبعدين هنقلبها كده بالمضرب اليدوي علشان السكر يدوب معانا شوية، ما يبقاش محجر وهو على النار. هنقلب كده كويس شوية. اهو هنقلب لما نحس ان السكر داب شوية.
اهو. قلبي لحد ما السكر تحس ان هو داب خالص. اهو كده بقى تمام معايا. كده الشربات بتاعي جاهز، احطه بقى على النار اهو. بعد ما عملته بصوا قوامه، انا عايزه القوام ده مش عاوزاه يبقى ماسك. هنحط عليه فانيليا، علبة من الفانيليا او كيس من الفانيليا عشان يديله طعم، يخلي ريحته وطعمه حلو. هنقلبه برضو كويس. ده شربات الكنافة ما بيكونش معقود ولا بيكون تقيل، لازم يكون خفيف بالشكل ده. كده الكنافة اهي بعد ما طلعناها من الفرن. جميلة على فكرة. الخطوط اللي فوق دي اللي هي السمرة دي خطوط من الزبدة اللي انا سيحتها، عشان ما سيحتهاش قوي فعملت خطوط كده. هنحط بقى الشربات، هنغرقها شربات. ريحتها وطعمها جميل جدا جدا يا بنات، جربوا الوصفة دي والله هتعجبكم جدا. هنحط لها شربات كتير كده. هنوزع الشربات على الصينيتين، هنحط نصه هنا ونصه هنا. شوفوا شكلها جميل ما شاء الله، وطعمها كان روعة. نعمل بقى الصينية التانية اهي جميلة. هنحط برضو بقية الشربات. لو عجبتكم بقى وصفتي النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة.